الولد كان بيتعلم ازاي يسلم من فرد الامن اللي تحت العماره، بس وهو بيقلده بالغلط قفل الباب على نفسه من بره. فرد الامن قال له انه يعرف يفتح الباب، راح جاب 2 نودلز سريعه التحضير، لعب في الكالون شويه وفجاه الباب اتفتح وبعدها مشي على طول. الولد دخل البيت وكان متحمس يلبس بدله الروبوت الجديده اللي اشتراها، وفجاه سمع صوت الباب بيتفتح تاني. دخل نفس فرد الامن اللي كان معاه من شويه وبدا يدور في اوضه الولد على طول فهم ان الراجل ده حرامي، حاول يهرب علشان يتصل بالبوليس، بس وهو ماشي داس على لعبه اصدرت صوت. اللعبه كشفت مكانه. الولد ما لقاش حل غير انه يكمل تمثيل وبدا يتصرف كانه روبوت فعلا. فرد الامن ما كانش مصدق، اول مره يشوف روبوت متقدم كده، فقال له حضر لي طبق نودلز. الولد عمله الطبق فعلا، وبعد ما خلص الاكل بطن الولد عملت صوت من الجوع. الحرامي افتكر ان الروبوت فيه عطل فشاله ووداه على السرير وبدا يطلع ادوات علشان يفككه. قبل ما يكتشف انه ولد حقيقي جرس الباب رن. الحرامي راح يفتح لقى صاحب الولد واقف. الولد بسرعه فك بدله الروبوت وعمل نفسه لسه صاحي من النوم. ساعتها لاحظ ان صاحبه لابس ساعه ذكيه، فطلع كتبه سريعه وقال الساعه دي بتبعت اشعار للشرطه لو حاجه في البيت اتسرقت. الحرامي خاف وبدا يرجع كل الحاجات اللي سرقها مكانها، بس الولد الذكي ما وقفش عند كده. قال له بس على فكره في $100 كانوا في شنطه بابا ومش لاقيهم. الحرامي قرب يعيط، هو ما خدش فلوس اصلا، بس لما شاف الولد بيهدده انه هيكلم البوليس اضطر يطلع $100 من جيبه هو ويحطهم مكانهم. وهو بيجري علشان يهرب خبط في فرد الامن الحقيقي اللي تحت. الولد بسرعه قال هو ده الحرامي، وفعلا الحرامي اتقبض عليه في ساعتها.